بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا بقى النهاردة هنعمل كشري، حبة كشري كده. مش عارفة حد عمله زي انا ما هعمله كده دلوقتي قبل كده ولا لا. دلوقتي انا حاطة مية على البوتاجاز اهي، سلقة فيها كوباية رز بس، عشان الرز لما بيسلق بيزيد. كل واحد بيعرف الامكانية اللي هو يعني المقدار اللي هو هيعمله. انا عملت مج رز بس ومج بتاع عدس بجبة اهو، سلقتهم مع بعض اهو. حاطة في المية حبة زيت صغيرة وحبة ملح في المية. وهنا محمرة الشعرية ومصفية الزيت اللي فيها، يعني انا حمرتها وصفيت الزيت اللي فيها. تمام كده اهو. بحمر البصل، كنت مقطعاه ورش عليه دقيق وسبته حبة كده وبعدين بحمره. الشعرية اهي متحمرة، هضيفها بقى على الايه، على الرز والعدس ده اهو. والله العظيم بتوع المطعم بيعملوا كده، بيسلقوه ويحطوا كله كده على بعضه زي كده بالظبط اه. يبقى كده سلقنا الرز والعدس بجبة، بعد ما حمرنا الشعرية وصفيناها من الزيت حطيناها على الرز والعدس تستوي معاهم، بس بعديهم يعني. وادي البصل اهو متحمر ومقرمش وجميل اهو. اخر الشهر بقى كده الواحد يدبرها باي حاجه، الناس تعمل اي حاجه يعني. وهنا بقى غيرت الميه طبعا وحطيت ميه جديده فيها شويه ملح صغيره برضو وحبه زيت. حطيت مكرونه اللي هي صغيره ومكرونه اسباجيتي بسلقهم مع بعض اهو. انا اختصرت الفيديو بس علشان ايه ما اطولش عليكم وتزهقوا وتملوا مني يعني. وصلوا على النبي، صلوا على النبي على قد ما تقدروا. اللي يشوف الفيديو بالله عليكم صلوا على رسول الله. ودي هنا الدم انا حطها اهي لسه برضه هجيلكم. ده الرز اهو، الرز والشعريه والعدس بجبه صفيته وركنته على جنب. دي بقى الدمعه اهي. وهنا حطيت في الصينيه حبه زيت وصفيت المكرونه وغسلتها وحطيتها في الصينيه. انا كده مولعه البوتاجاز بس مطيه عليه على المكرونه. هشوفوا ولا معجنه ولا حاجه، زي الفل اهي. حاطه لها زيت انا. والله كان طلع طعمه زي السكر. وده الرز اهو. وهنا بقى اللي هحطه على الدمعة دي، التسبيكة دي، مرقة دجاج وكمون وكزبرة وملح وفلفل اسود. دي في الدمعة اللي هي تحت الكشري، التسبيكة دي. حطينا ملح وكمون ومرقة دجاج وكزبرة وفلفل اسود. هنا بقى بعمل ايه، بعمل الدقة. معلقتين زيت على معلقة توم. مش هحمر ولا هخليها تصفر، يا دوبك تدبل بس كده يعني، تدبل بس اهو. انا ما بحمرش، انا بس بخليها تدبل بس بسيط جدا مش كتير كمان، لونها ما يتغيرش، عشان هتمرر وهتسود هيبقى شكلها مش حلو. هضيف عليها معلقتين خل، حبة خل كده صغيرين، واروح مزودة عليها برضو حبة مية. يعني حطيت الخل اهو، هكمل مية بقى، ما كترش يعني، برضو على قد ما انا هعمل، على قد مقدار اللي انا عاملاه في البيت بس اهو. قيمة يعني نص كوباية ولا كوباية بكتير قوي يعني. هي لسه على البوتاجاز انا مولعة عليها. هضيف عليها بقى مرقة دجاج وكمون وكزبرة وملح مرقة دجاج وكمون وكزبرة وملح وفلفل اسمر اقلبها بقى. اول ما تغلي بس كده حبة اروح منزلها. دي بقى بنعمل الشطة اللي انتوا دايما بتشوفوها في المطاعم. حبة زيت حلوين كده، ربع كوباية، على معلقة شطة كده، او لو انت هتعملي على القد يبقى حاجة بسيطة كده اهو. معلقة شطة محترمة اهي، وشوية زيت محترمين، وافضل اقلب فيهم يغلوا اهو. ولما تغلي كده
هضيف عليها بقى ايه، هضيف عليها معلقتين صلصة او معلقتين من التسبيكة اللي انت عاملاها، حاجة من الاتنين، يا صلصة يا التسبيكة اللي انت عاملاها اللي هي بتاعة الكشري دي برضه هتطلع لك زي الفل في الاخر. وهو الكشري بقى هنا احنا عندنا ناس تحبوه من دي شطة اهي، ودي الدقة اهي، وحتى الدمعة اهي على جنب اهي. في ناس بقى بتحب البصل، وفي ناس ما بتحبوش ببصل، ده هنا عندي في البيت. وفي ناس تاكله من غير دمعة خالص وتسبيكة، فكنت عاملة ايه الاطباق دي مختلفة عشان كده. في اللي بيحبوا البصل وهيضيف عليهم صلصة، وفي اللي بيحبوا سادة كده زي ما هو كده. عشان كده انا سبته كده للي يختار بقى، وحط لهم الاطباق، اللي عايز ده يحط، اللي عايز ده يحط. بس حبايبي وربنا يصلح الحال، وربنا يصلح حالكم وحال عيالكم يا رب. وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك، وصلوا على النبي. اهو ايه رأيكم بقى؟ والله طعمه زي الفل. الطبق بره تجيبيه ب50 60 جنيه، لا انتي بال50 60 جنيه هتجيبي هتأكلي البيت كله. اهو والله مفلفل وزي الفل.